خلق الله عز وجل قلوب بني آدم، وهذه القلوب تتغير من حال إلى حال، تصل القمة في اللين والرقة، وتصل أيضا القمة في القسوة والغلظة. هكذا قلوب البشر. وأحيانا القلب نفسه يكون في حال لين وفي حال آخر قاسي. ومدح الله عز وجل أهل القلوب اللينة، وذم أهل القلوب القاسية. ويظهر أثر هذا القلب اللين على الجوارح، فأحيانا تدمع العين لأن القلب لين، وأحيانا ما يتأثر الإنسان أبدا مما يرى أو يسمع لأن القلب قاسي. حتى وصف الله الظالمين فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في ناس أعوذ بالله قلبه أشد قسوة حتى من الحجر، وفي ناس من ليونة قلبه إذا سمع الذكر دمعت عيناه مباشرة، تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هكذا وصفهم الله جل جلاله. هذا إمام المتقين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا كان يبكي بالليل، القلب لين. أحيانا كان يبكي بالليل إلى الفجر وهو يبكي وهو يصلي. تقول عائشة: مرة من المرات قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. قطرات دمعه بللت الأرض تحته. هكذا كان القلب لينا. وكان أحيانا يقرأ عليه أصحابه فتدمع عيناه وتذرف عيناه دمعا.